قبل الأخير. إذا ينطلق الآن سيداتي وسادتي الشوط السادس من هذه الأمسية. انطلاقة المرشحة الأولى لفايسن بلانش هي التي تتصدر السباق من البداية بفارق طول عن في كوي التي تأتي في المركز الثاني، بينما في المركز الثالث تأتي دريم أبروفال بمحاذاة السياج، وثم سنسيناتي جير، وأيضا لدينا كلاود ووكر. بينما المركز السادس هنالك هوز ذا تشيك. إذا لفايسن بلانش حتى الآن هي التي تتصدر السباق بفارق 3/4 الطول عن فيكوي التي تأتي في المركز الثاني، وسنسيناتي جير تأتي في المركز الثالث، بينما دريم أبروفال تأتي رابعا، بينما هنالك كلاود ووكر تأتي في المركز الخامس، وهوز ذا تشيك في المركز السادس. إذن حتى الآن ولا زالت الأمور حتى الآن تسير لمصلحة الفايسن بلانش مع البرتو سانا. هنا الآن خطوة بخطوة الفايسن بلانش أيضا هو اللي يتصدر السباق، وأيضا يأتي في المركز الثاني هنالك سنسيناتي جير وفي كوي. هنا الدخول في المنعطف الأخير الآن باتجاه خط النهاية، 600 متر تفصلنا عن خط النهاية، والفايسن بلانش لا زالت هي التي تتصدر السباق، وثم تأتي في كوي في المركز الثاني، بينما دريم أبروفال من وسط الجهات تأتي في المركز الثالث، وأيضا سنسيناتي جير من الجانب الآخر تأتي في المركز الرابع، وهوز ذات تشيك أيضا في المركز الخامس، وأيضا تأخر لكلاود ووكر في هذا الشو. إذا هنا في آخر 200 متر من السباق، وأيضا لا زالت فايسن بلانش هي التي تتصدر السباق، وأيضا دريم أبروفال قادمة بقوة لانتزاع هذا الشو، لكن الفايسن بلانش هي التي من تنتزع وتخطف كأس الشوط السادس. إذا المرشحة الأولى لفايسن بلانش هي من تنتزع وتخطف كأس لكزس بقيادة الفارس البرتو سانا. المركز الثاني جاءت به أيضا دريم أبروفال. نتيجة المراكز الأربعة الأولى والمعتمدة أيضا من قبل لجنة التحكيم وصورة النهاية. Faisen Blanche in her way back to the winner's circle of Rashid Equestrian and Horse Racing Club. She's by exchange rate out of Tinjoska. She's grey mare, 6 years old, owned by Ali Ahmed Al Anzur, trained by Abdullah Kuwaiti and ridden by Alberto Sana. إليكم نتيجة الشوط السادس، حيث أحرزت المركز الأول لفايسن بلانش ألبرتو سانا، المركز الثاني دريم أبروفال دارين ويليامز، المركز الثالث هوز ذات تشيك جيمي كوين، أما المركز الرابع ففي كوي أندريا فيلي.